واخيرا قانون الاحوال الشخصيه الجديد هيطلع للنور كمان شهرين. اهم بنود بقى قانون الاحوال الشخصيه الجديد ده ان الاب بقى رقم 2 في ترتيب الحضانات بعد الام. ما عادش بقى في امها تاخد الولاد ولا امه هو اللي تاخدهم، لا خلاص، اتجوزت، ماتت، نزلت عن حضانه الاولاد، اتسجنت، الاب اللي ياخدهم مباشره. تاني حاجه ان القانون الجديد بقى فيه استضافه، يعني من حق حضرتك ترفع دعوه استضافه وتاخد الاولاد عندك مثلا كل شهر 3 ايام او كل اسبوعين 3 ايام. بس الاب بقى اللي هيتذاكى ودماغه تزرجن وما يرضاش يرجع الاولاد لامهم تاني هيبقى في عقوبه رادعه للموضوع ده، وهتبقى غالبا سجن. ده غير كمان ان المشرع ربط الرؤيه بالنفقه، يعني سيادتك لو ما بتصرفش على اولادك او ما بتنفذش احكام النفقه اللي عليك مش هتشوفهم. لو رفعت دعوه رؤيه او دعوه استضافه وهي قدمت ما يفيد ان انت ما بتصرفش عليهم او انها مش عارفه تنفذ عليك احكام النفقه، الدعوه بتاعتك هتترفض. ولادك عايز تشوفهم اصرف عليهم. ودول تقريبا اهم حاجتين في القانون. يجي بقى الحاجتين التانيين. فاكرين تأمين المطلقة اللي أنا كنت قلت عليه من فترة كده، اللي هي تاخد 20,000 جنيه في قانون التأمينات الموحد الجديد؟ المشرع ألزم الزوج في القانون الجديد طبعا إنه يعمل تأمين ضد الطلاق لصالح زوجته، عشان في حالة الطلاق تروح تصرف التأمين ده. عارفين انتوا الناس اللي بتأمن على حياتها دي ضد الموت وضد الحوادث؟ هو يبقى تأمين ضد الطلاق، الزوج اللي هيعمله لصالح الزوجة في حالة الطلاق البائن طبعا، اللي هو ما ينفعش ترجع له تاني غير لما تتجوز واحد تاني خالص وتتطلق منه او يموت، تروح تصرف المعاش ده مباشر. اخر حاجه بقى اللي المشرع عملها، عاوزين نعمل زي القانون الانجليزي كده، ان لو زوج طلق زوجته تاخد جزء من الثروه بتاعته اللي جمعها اثناء العلاقه الزوجيه، باعتبار طبعا هي كانت شريكه حياته وان هي وقفت جنبه وان هي ساعدته ان هو يجمع الثروه دي. بس والله يعني عايزين المشرع بقى، يعني الزوج اللي بيسافر بره يعمل الثروه دي ويشتغل ويتعب ويتقطع نفسه، ومراته هنا في مصر ترافق عليه واحد تاني معرفش يعني ياخد منها الحق ولا باطل، لان القانون كله في صفها وترفع عليه قضايا وتبهدله. القانون هيجيب له حقه ولا هيديلها برضه نص ثروته او النسبه اللي القانون هيحددها من ثروته في حاله الطلاق؟ احنا بنستفسر بس.